يا أهلا وسهلا، عاملين ايه؟ المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على المفهوم بتاع انه في مسافة ما بين صاحب الفعل ورد الفعل، مسؤول عن المسافة دي هو تفسير صاحب رد الفعل. طب معلش بقى ثانية واحدة، يعني انتي بتقولي لنا كده احنا مسؤولين عن مشاعرنا ومسؤولين عن ردود أفعالنا. طب والناس دي، هو بيعمل حاجة بتضايقني، هو بيعمل حاجة قصده يعصبني، هو بيعمل حاجة بيستفزني، هو بيتجاوز حدوده، هو بيغلط فيا، بيعمل حرام، انا احس بايه واتصرف ازاي؟ هي دي المعضله بقى، انه انا ما عنديش الملكيه بتاعه المشاعر بتاعتي، وان انا عارف كويس قوي انها بتاعتي انا، وانه هي مش جايه في حياتي علشان انا اروح ماسكها ورميها قنبله في وش اللي قدامي، عشان يلا انت السبب في هذه المشاعر، انت عملت غلط فضايقتني، انت اهنتني، انت احزنتني، انت خذلتني، ايا كان نوع الشعور اللي انا بحسه. فهو بيجي عشان انا اخده ككوره كده وارميها في وش اللي قدامي، يلا صلح اللي انت عملته. التويستاية هنا، التركاية هنا زي ما بيقولوا، لان هو مش الغرض ان انا اخد مشاعري دي وارميها في وش اللي قدامي واقول له انت السبب فيها، حلها. المشاعر دي جاية ليا انا عشان اعرف اقرا اللي قدامي صح، اعرف اشوف هو فين، الشخص ده بيتخطى حدوده. فالمشاعر الجاية تديني أنا رسالة، لأنها ملكي أنا، ناتجة لتفسيري أنا، ناتجة لحدودي وقيمي أنا. اللي داس على رجلك، في واحد جنبك داس على رجله وعداها، بس انت ما تسمحش بده، معناه ان الشعور اللي انت حسيته في اللحظة دي جاي يقولك انت ده مش مقبول عندك. ملكيتك لمشاعرك معناها ان انت اللي هتنتبه لرسالتك الخاصة جدا، لقيمك الشخصية جدا، اللي المفروض في اللحظة دي تاخد رد فعل بناء عليها عشان تعبر عنها. في اللحظة دي ملكيتك للمشاعر جاية تقولك اه هنا حصل تجاوز، في اللحظة دي مهمة الشعور انتهى، انك تفهم الرسالة، تحترم وجوده، تعرف انه له الحق في الحضور، مش عشان الاخر يشوفه، مش عشان اروح واخده ورميه في وش اللي قدامي واقول له انت السبب في الاحساس ده. نو، انا السبب في الاحساس ده لان انا قيمي تدعو لهذا الاحساس، والمشاعر دي جايه تقول لي صح للقيم دي، عيشها، عبر عنها، اتاكد منها، يمكن انت مزودها. فهو المشاعر ملكيه خاصه، هي مش جاية عشان ارميها في وش اللي قدامي واقول له صلح غلطتك وصلح الشعور اللي انا حسيت بيه ده لان انت السبب فيه. لا، المشكلة بتيجي في ان انا بدل ما بفهم الرسالة وبقعد انتبه المفروض بقى اخد اكشن ازاي، واتصرف ازاي، واحط حدود ازاي، واعمل تبعات ازاي، افهم بقى الرساله واحللها كده واعرف انا المفروض اتكلم ازاي مع اللي قدامي. لا، انا بروح واخد الشعور ورميه عند اللي قدامه واقول له اتصرف انت بقى، انت حلل، انت افهم، انت خد اكشن، انت صلح. طيب، اول غلطة بنقع فيها ان انا رميت مشاعري لحد تاني، معناها ان انا سبت اللي قدامي يقرر هيتعامل مع مشاعري ازاي، بناء على ظروفه، وبناء على فهمه، وبناء على قناعاته، وبناء على نفسيته وصحته النفسية. انا ورزقي بقى، يعني انا سايبها كده للزمن ولله، اللي هو ايه، يلا انت قرر، عندك مبادئ هتقدر تحترم مشاعري، يلا تعامل معاها كويس. واغلبنا بيبقى عنده الرؤية والظن بتاع ان المفروض ان اللي قدامي هيبقى فاهم ويتعامل كويس. طب هو لو شخص تجنبي، هو شخص اصلا ما عندوش فقه المشاعر، ما عندوش فقه التعامل مع مشاعره هو شخصيا، وبيهرب في حياته من المشاكل ومن المشاعر وما بيعرفش يتعامل معاها، هو شخص شايف ان المشاعر ضعف، فهو تجنبي وشايف ان المشاعر ضعف، وشايف ان المشاعر قلة حيلة وما تخصنيش ومش هي دي مشكلتنا، انت جايب لي مشاعرك ليه؟ فانت عرضة هنا، مش بس ان انت اتضايقت، ده انت عرضة للخذلان وعدم التقدير وانك تتجنن زيادة. فانت بدل باعت كرة المشاعر بتاعتك عشان اللي قدامك يحلها، طلع تجنبي ومش فاهم المشاعر وكاره المشاعر اصلا. طيب، استغلالي، طلع استغلالي، يستغل مشاعرك، يقلب الترابيزة عليك، يحسسك بتأنيب الضمير، يحسسك بالضعف، ي... 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 يعمل بقى اي حاجة، هو مستغل. طب هو محترم؟
ربنا كرمك وقدر مشاعرك وحاول يتفهمها، بس مش شايف مسؤولية عن ده. ماشي هنصلح الغلطة. طب انت جاي ترمي المشاعر دي كلها فين؟ بتقول لي ان الغلطة كذا وهنحلها ونشتغل عليها. قلقان، شخص قلقان، شخص بيخاف، شخص بيترعب، فانت عمال تكلمه عن مشاعرك علشان يبدأ يتفهم ونحل المشكلة ونبدأ ما نكررش ده. هو قاعد يقرا اللي انت بتقوله له، انت ما بتحبوش وانت ما بتقدروش وان انت ممكن تسيبه وان انت زعلان منه، فهو بيرد عليك في حتة تانية خالص. فالمشكلة في ان انت لا تمتلك مشاعرك وما تفهمش انت رسالتها، ان انت بتاخدها ترميها عند اللي قدامك، ومطلوب من اللي قدامك ان هو يقعد مع المشاعر دي وهو اللي يقعد يطلع الرسالة ويفهم كل حاجة، وانت حاطط سيناريو واحد ان اللي قدامك المفروض يتفهم ان اللي قدامك المفروض يتفهم ويقرأ ويطلع لك النتيجة المطلوبة. فانت بترميها في ظروف انت لا تعلمها، وبتخضع نفسيتك انت واحاسيسك انت والطريقة اللي انت تستحق ان انت تتعامل بيها بناء على استواء وسواء نفسية اللي قدامك. فدي اول غلطة انت بتعملها. تاني غلطة انت بتعملها عدم ملكيتك لمشاعرك، معناه ان انت نفسك ما قدرتش تقعد مع مشاعرك وتسمعها وتفهمها وتحترمها، وانت نفسك رحت واخدها ورميها. فانت ما فهمتش الرسالة بتاعتها. طالب من اللي قدامك ان هو يقعد معاها ويفهمها ويفهم القيم اللي وراها ويفهم الحاجة اللي وجعتك ويبدأ يحطها ويبدأ ينفذها ويبدأ يعالج هذا الصراع. إذا كان أنت معرفتش تعمل ده مع نفسك، طالب من اللي قدامك يمتلك شعورك ويعالج وجعك، وانت ما ابتدتش لا باحترام إحساسك ولا بفهم هو موجود ليه ولا عايزك تعمل ايه، عايزك ترحم نفسك ازاي، عايز تخلي بالك على نفسك ازاي، عايز تعرف تنقي مين في حياتك ومين مش في حياتك، تتعامل مع مين وما تتعاملش مع مين، تتعامل مع مين ازاي وتسمح بايه وما تسمحش بايه، ايه خطوطك الحمراء في الحياة، قادر على ايه ومش قادر على ايه، بتعرف تقول لا على ايه وما بتعرفش تقول لا عليه. جاي يعلمك عن نفسك كتير قوي. مشكلتنا ان احنا لما بنقعدش مع مشاعرنا، أبجدية المشاعر دي هي ألف ب نفسيتك، وألف ب خبرتك بنفسك، وألف ب تعبير عن دروس الخبرات اللي انت مريت بيها من أوجاع، من تطور، من قيم، من مبادئ، من أهداف عايز تروح لها. انت كل ده ما بتقعدش معاه ومش مستشعر ملكيته قد ايه أهميته تخصك وقد ايه هو يخص تطورك واستوائك النفسي، وبتاخده تسيب هذه المسؤولية، لأن أنت مسؤول عن ده، مسؤول عن تحليله وفهمه وتطورك الناتج من استقرائه، الاستقراء الجيد، وتروح واخده رميه في وش اللي قدامك ويلا حل انت المعضلة دي. فلما انت بتستغنى عن شيء ملكك وبتروح ترميه في وش اللي قدامك، هو ما بيبقاش سامع غير ان انت شخص عندك مشكلة مش عارف تتعامل معاها وجاي ترمي حاجتك عندي. انا اعمل لك ايه لو انت دي مشاعرك وانت مش عارف تتعامل معاها؟ انا هعمل لك ايه؟ او بيبقى بيترجم الكلام ده بطريقته الشخصيه، انه انت بتتهمني، انت بتهجم عليا، انت بتظلمني، انت مش فاهمني. فكل واحد بيبقى بيرجع بقى، لان هو اول ما انت بترميله مشاعرك هو كمان بيثار عنده مشاعر، فيبدا يترجم المشاعر دي لرؤيته الخاصه وتولد مشاعره الخاصة اللي هو كمان هيبدأ يرميها لك. فبقى كل واحد فينا رمى للتاني كورة مشاعر هو مش عارف يتعامل معاها. الحاجة التالتة بقى والأهم، فإنك لما بتستدعي ملكيتك لهذه المشاعر وإن أنت بس المسؤول عنها وإن أنت مسؤول عن فهمها وتحليلها وإنك تطلع بالخلاصة بتاعتها وتحطها بقوة وتمكين. مفيش حد يملك مشاعرك، مفيش حد يقدر يزعلك أو يفرحك. إحساسك اللي انت بتحس بيه معبر عن كل شيء يهمك انت، فبالتالي نظرتك ليه غرضها انك تقول أنا المهم عندي كذا، المقبول عندي كذا. ففي اللحظة دي انت بتعبر عن منظومتك، مش في حاجة كده مش عارف تمتلكها فبترميها. يبقى لما بنيجي نتعامل مع النزاعات أنا بحط على الترابيزة ما يعنيني، مش إحساسي ويلا هتتعامل معاه ازاي. وده بينقلنا من إحساسي إن أنا ضحية وإنه اللي قدامي متحكم فيا لدايرة التمكين، للقوة، لإحساسك بالباور، إنه أنا أملك ذاتي
ومدرك اللي يضايقني، وهحطه على الترابيزة واحط لك حدودي وانت تحترمها. ولو ما احترمتهاش انا اقرر في العلاقة دي هتروح بينا لفين. دي دايرة تمكين. خلاص انا لما حطيت لك حدودي دي وانت رفضتها، ده خلاني اقرأ انت مين، اعرفك. هزعل لاني كان عندي عشم فيك، بس خلاص انت عبرت عن نفسك. هحط حدود وافهم انه الناس ما بتنسى، والناس محتاجة زن، والناس محتاجة تأكيد، وان الناس محتاجة تبعات، وان الناس محتاجة نفكرهم، وانه الناس محتاجة حسم، وان الناس محتاجة وضوح. كل ده انا ببقى فاهم ان مشاعري ملكي، وانها جاية تديني انا رسالة، وغرض الرسالة اني اعرف عن شخصي وعن اللي يهمني في حياتي، واعبر عن اللي يهمني ده، اعبر عن الحدود دي والقيم دي والمبادئ دي. فبقى الصراع على كلام مش متغمس بمشاعر، فاللي قدامك قادر يفهم انت بتتكلم عن ايه. انا متضايق دي بتاعتي، متضايق لان انا فهمت كذا وكذا وكذا، فلو عندك تفسير تاني قولهولي. فانا اديت فرصة اللي قدامي انه ربما يكون تفسيري غلط، اديني تفسير تاني. ما عندكش تفسير تاني، حلو، ده مش مقبول بالنسبة لي. انا هحتاج كذا وهحتاج كذا، في كلام واضح عن احتياجك، عن تقديرك لمشاعرك، عن فهمك لحدودك، عن اللي هينفع معاك واللي مش هينفع معاك. بتكرر ده كتير وانت عندك سيناريو مقبول ومتوقع ومفهوم انه مش من اول مرة هقول للانسان اللي قدامي الكلام ده هوب هيبقى العصاية السحرية وهينفذ. لا، بنسبة كبيرة مش هيعمل كده، بنسبة كبيرة بينسى، بنسبة كبيرة مش هيبقى فاهم من أول مرة، بنسبة كبيرة هيحاول يتملص عشان يحط هو السيناريو الأفضل بالنسبة له، بنسبة كبيرة هيبقى رافض. لكن لما بتتكلم بواحد اتنين تلاتة أربعة وانت محتاج ايه وده بيعبر عنك ازاي، وهتقبل ايه وما تقبلش ايه، خلاص انت اللي قدامك ما عندوش مفر، شايفك عارف انت عايز ايه وبتتحرك في المسار ده. فما بتحسش ان انت ضعيف، تحسش ان انت تحت تقييم الاخر وتقدير الاخر ووجهة نظر الاخر ومحبة الاخر. انت قادر تدي نفسك ده، والاجمل منه ان انت لما بتعرف تعمل ده مع نفسك اللي قدامك بيتعلم منك انت بتتعامل مع نفسك ازاي. اذا انت تستحق هذه المعاملة، فانا هعمله معاك. لكن لو انت مش عارف تحترم مشاعرك وجاي مستني انا اللي احترمها لك، يا عم روح شوف حالك. لو انتي مشاعرك شايطة وعالية وانتي مش عارفة تهدي نفسك، انا اللي هديكي. ما تكبري كده وتخليكي ست عاقلة وتهدي كده وتبقي رزينة، هتلاقي بقى في كلام تقيل وجامد بتتجرح بيه، لان انت كشفت شيء وعرضته من غير ما انت تحترمه ومن غير ما تمتلكه، وسبت عرضة لتقييم الآخر. لكن لا، مشاعري بتاعتي انا اقيمها واقول لك تتعامل معايا ازاي، وهفرض عليك ده بفرضيتي على نفسي. انا بتعامل مع نفسي كده فده هيليق بيا. طب طب هنفرضه على الناس ازاي؟ انا مش بفرضه، انا ممارساتي انا بتفرض حضوره، بتفرض وجوده. فاللي قدامي يا هيتعلم يتعامل معايا زي ما انا احب اتعامل، جميل، يا اما هيرفض وهيقاوم. في اللحظة دي بيرجع لي الموضوع تاني، قيم الشخص ده تقييم حقيقي. يستحق يبقى في دايرة قريبة، لا يخرج بره شوية، لا يبعد، لا يتشال خالص، تقييمك هنا. لكن اوقات كتير قوي احنا ما بنقدرش ندير مشاعرنا بشكل سليم ولا نتحكم فيها، لان احنا مش قادرين احنا اللي نتحمل تبعات هذه المسؤولية. ان انا اللي ابقى مسؤول عن مشاعري، وانا اللي اخد القرار، وانا اللي احط حدود، وانا اللي اوقف الناس، وانا اللي اعلم الناس عني. دي مسؤولية كبيرة قوي. فهنا بقت الكفة حاجتين: يا تاخد مسؤولية مشاعرك وتحس بالملكية وبالاستحقاق وبالقوة والتمكين، يا ترميها للي قدامك وتخضع لتقييمه ونفسيته. خلاص، سواء النفسي أو عدم استوائه هو اللي هيحدد رد الفعل.
فانت هترجع تاني تتعب وتتألم وتقول ازاي يعملوا فيا كده، ما مشاعر، وهترميها تاني عند اللي قدام. رجعت تاني تخضع لتقييمات الآخر. انت في الهنا في الدايرة دي انت ضحية الناس اللي حواليك، وانت مش عايز تشعر بالتمكين، لأن المسؤولية عن مشاعرك مسؤولية كبيرة. فهمك لمشاعرك واستقراءك لذاتك كبير عليك. لما بنفهم ملكيتنا مهمة ليه، لمشاعرنا ولأفكارنا، ده اللي بيعلي إحساسنا بالتمكين. استغنائنا عن كل شيء نملكه، أفكارنا ومشاعرنا وقيمنا، بتخلينا ضحية حقيقية لمجتمع كامل، وإحنا بتتحدد حياتنا بناء على فساده أو صلاحه. طب في الآخر هنتحاسب على إيه؟ ما أنت في الآخر بتتعب وبتنهار وبتتأزم بسبب بداية الاختيار، وده مصدر كل الصراعات. استعيد ملكيتك علشان ما تبقاش ضحية من غير ما تاخد بالك، وعشان يعلى سنس الإحساس بتاع التمكين جواك، عشان تقدر تفهم نفسك وتحط للمجتمع اللي حواليك اللي ينفع والمقبول بالنسبة لك وغير المقبول. مشاعرك تستاهل منك احترام، تقدير، فهم، تتعلم عنها، تفهم حدودك من خلالها، تفهم خبراتك والدروس اللي انت خدتها من خلالها. ساعتها الناتج بتاعك للمجتمع هي خبرتك، دروسك، مش شعورك ويلا تحكموا فيه وانا ورزقي، ورزقنا على الله بقى. ونشوفكم على الف خير.